ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الاسبوع جديد وتعالوا نشوفوا وفرنا كام عشان نمشي بيهم. طبعا انتوا فاكرين الاسبوع اللي فات احنا مشيناه ب 400 جنيه، فلما راحش شاف الميزانيه دي يروح يشوفها. الاسبوع ده وفرنا كام يا ام هاجر؟ الاسبوع ده وفرنا 300 جنيه زي ما انتوا شايفين، حلوين نعمه. هنمشي بيهم برضو الاسبوع وهنقدر نجيب بيهم شويه حاجات حلوه باذن الله. فيلا بينا ننزل السوق ونشوف هنجيب بيهم ايه. طبعا انا بجهز نفسي، بنزل بقى عند مامتي اودي عبد الرحمن الكتاب والدرس واجيب حاجتي واطلع كده اخر النهار. فهروح ان شاء الله اجيب حاجتي وارجع اوريكم هنجيبنا بيهم ايه. كمان عندي حاجات في الفريزر هطلعهم برضو عشان اوريكم احنا هنمشي اسبوعنا ازاي، وان شاء الله نقدر نتوفق ونجيب بيها حاجات كويسه جدا. بوريكم خلاص ان انا جاهزه اهوت، ويلا بينا هنزل بقى انا والاولاد نجيب الحاجات ونطلع نشوف احنا جبنا ايه. خلاص بقى خدنا قعدتنا وخدنا شاينا وطلعنا بالمشتريات الجميله بتاعتنا، جبنا برضو شويه حاجات حلوه مش وحشه. جبت ايه يا ام هاجر؟ تعالى اوريكم جبت ايه. جبت كمان الاسبوع دوت طبق اجنحه زي ما انتم شايفين. على فكره طبق الاجنحه ده حلو جدا عشان بتعمليه بكذا وصفه، ممكن تعملي منه وصفات كتير جدا وبيبقى حلو قوي. جبنا ايه تاني؟ جبنا كمان كيلو سمك بلطي. طبق الاجنحه ده كان عامل 85، وكيلو السمك البلطي عامل 120 جنيه. السمك البلطي بقى غالي جدا يا جماعه، والله انا اخر مره كنت جايباه ب 100 جنيه، وبابا كان بيجيبهولي من العبور ب 85. مش عارفه في العبور بكام دلوقتي. هنا في المكان اللي انا قاعده فيه ب 120 رسمي كده. يلا الحمد لله على النعمه اللي احنا عايشين فيها. معلش بقى عبد الرحمن ابني سهران معايا شويه وكان عايز مننا حاجه. طلعت ايه من الفريزر يا ماجر؟ كان عندي الدبوسين فاكرينهم لسه موجود في الفريزر، ما عملتش بيهم حاجه. وطلعت امبارح يا اختي اكل البط بتاعي الجميل، لقيت بطه كده ماشيه عند الست شوشو، قلت لها طب تعالي، وخدتها كده وذبحتها وهنعملها مع بعض الاسبوع دوت. يعني احنا كده عندنا هي مهاجر في الفريزر، عندنا بطه محترمه من خربتنا، وعندنا الدبوسين دول فاضلين هنبقى نعملهم مع بعض اي حاجه. جبت كمان في الخضار كرنبيتين حلوين كده، خدتهم من الست ب10 جنيه. كرنبيتين صغننين حلوين كده الصراحة، كانوا ب10 جنيه. جبت كمان ب5 جنيه خضرة عشان نعمل المحشي الجميل بتاعنا. ودي توتال الحاجة اللي انا جبتها. كلفتك كام يا ام هاجر؟ كلفتني توتال كلها على بعضها 220 جنيه، بالكرنب بالخضرة طبعا بكيس الأجنحة بكيلو السمك. 220 جنيه يا ام هاجر، حلو. فاض معاكي 80 جنيه. 80 جنيه معلش، وراحوا التزامات للأولاد لأن عبد الرحمن كان عليه فلوس كتاب دفعناها، وكان محتاج ألوان وكراريس جبناهم، فخلاص راحوا لصاحب نصيبهم. وكان في 30 جنيه كمان، لا هو يعتبر 50 جنيه راحوا لصاحب نصيبهم، و30 جنيه جبنا بيهم كوبايات عشان بلاستيك عشان ناويين نعمل. هاجر بنتي تعبانه اليومين دول، فبتصحى من النوم كده تزن، فادعوا لها بالشفا ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. تمام. فجبنا كوبايات بلاستيك زي ما قلت لكم ب 30 جنيه كده بتاعه الشاي ديت، عشان كنت هنعمل بيها يعني ايس كريم وكده. انا الصراحه دورت على كوبايه ايس كريم دي فما لقيتش، فجبنا دي. كده يبقى لك كام يا ام هاجر؟ من 300 جنيه يبقى لي 50 جنيه، وراحوا لصاحب نصيبهم لعبد الرحمن ابني لشويه التزامات ليه يعني للدرس والكتاب. تمام. دي الكوبايات اللي انا جبتها بوريها لكم. يعني توتال الاكل كلفني 220 جنيه. جبنا كيلو اجنحه ب85، جبنا كيلو سمك ب120، جبنا كرومبيتين ب10 وب5 خضره. حلوه قوي، وهنمشي الاسبوع بطريقه حلوه جدا. نعمل مره الاجنحه، مره السمك، مره البطايه. ان شاء الله الدبوسين دولت بقى نشوف هنكمل عليهم او هنخليهم ونعمل بيهم صينيه بشاميل او شاورما. هنمشي امورنا. تمام. زي ما انتم شايفين شويه التزامات حلوه. طبعا انا مش بقسم معاكم الحاجه ليا ام هاجر لان هي اوريدي متقسمه لوحدها. دي كل يعني دي اكلات لوحدها. الاجنحه هعملها، طبق الاجنحه هعمله، كيلو السمك هعمله. هاجر عبد الرحمن ابني كان واقف جنبي عمال يقول لي لايك لايك، فقلت لهم طب قول لهم اعملوا لماما لايك، فعشان خاطر عبد الرحمن الجميل بتاعي دوت اعملوا لايك حلو منكم. تمام. فده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ودي الوجبات بتاعتنا اللي هنعملها مع بعض في الاسبوع دوت. فتابع عشان في وجبات حلوه جدا جدا جدا، وهنشوف هنوفر الاسبوع الجاي هيبقى كام. متنسيش بقى تحطي لايك واشتراك وتفعلي الجرس وتحطي لي كومنت حلو.